واخا تكون غير مبتدئه وعمرك نجح معك الخبز من قبل، هذه الطريقه سهله وبسيطه، غادي تقدري تنجحي فيه من اول مره بلا عذاب، بلا تدلاك، بلا ما تعكزي عليه. غادي تولي محترفه فيه خطوه بخطوه حتى تولي النتيجه ديالك بحال ديال المخابز. شوفي معايا تبارك الله كي محمر ومنفوخ، محمر وطايب من جهتين بجوج ومحمر من جهتين بجوج. شوفي تبارك الله كي كيجي هشيش من الداخل مقطن. الا ضغطنا عليه بحال هكا تيرجع، يعني ماشي تيلصق هكا، تتبان لك ان هذا الخبز تبارك الله ما شاء الله مخدوم، ولكن بلا دليك بلا عذاب. اليوم جيتك بثلاثه الاسرار باش ينجح معك الخبز بحال ديال المخابز. تبعي معايا الطريقه من الاول حتى الاخير باش تعرفي كيفاش ينجح معك الخبز من اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله. يلا نبداو الفيديو ديالنا. في واحد الاناء غادي ندير كاس ديال الماء دافي. انا هنا استخدمت هذا البول، ولكن ممكن انكم تستخدموا القصريه او تستخدموا العجانه، يعني اي حاجه عندكم متعودين انكم تستعملوا تقدروا تستعملوها. من بعد غادي نزيد معلقه ديال الخميره الفوريه، من بعد غادي نزيد معلقه ديال السكر، وغادي نحركهم هكا ونخليهم يتفاعلوا مع بعضياتهم واحد 2 دقائق تقريبا، غير باش يتفاعل معنا الخميره مع السكر. من بعد غادي نزيد زلافه ديال السميده، زلافه كبيره ديال السميده، ومن بعد غادي نزيد زلافه صغيره ديال الفورس اولا الدقيق الابيض، او من الاحسن الا كان الفينو تقدروا تعوضوه بالفينو. انا غير ما كانش متوفر عندي وضفت الدقيق الابيض. ومن بعد غادي نزيد الملحه على حسب الذوق. ومن بعد غادي نبدا نجمع العجينه ديالي شويه بشويه. انا كنجمع وانا كنزيد الماء، يعني ما تزيدوش الماء في دقه واحده باش ما يجيكمش هكا العجينه جاريه وتبداو تزيدوا في الدقيق وما غاديش تعرفوا شحال الكميه درتو، وغادي تقدر يعني تغسل الكميه ديال الخميره اللي درتو ناقصه. فلذلك اننا غادي نبقاو نعجنوا ونزيدوا الماء شويه بشويه حتى تكون العجينه متماسكه وتجي رطبه، وتجي انها تكون بحال هكا، يعني تكون خفيفه بزاف كتلصق شي شويه في اليدين كيف ما كتشوفوا، يعني تجي بحال هكا، يعني ان السميده صافي باش نبقاو نعجنوا فيها غير، يعني ماشي محتاجينش انكم تبقاو تدلكوها، يعني غير تعجن مزيان تتجي بحال هكا، تكون باينه انها تخدمات، يعني تعجنات مزيان. ومن بعد انا هنا كنقاد لاط ديالي اللي غادي ندخل فيها العجينه الفران هي الاولى، حيتاش مع غادي نكورهم هكا، نقسم العجينه ديالي الى كويرات، غادي نحطهم في اللاطه وغادي نحطهم يختمر، يعني ما غاديش نخلي العجينه انها تختمر وعاد نديرها في اللاطه، لا غادي نديرها نيشان في اللاطه ونخليها تختمر في اللاطه بحال هكا باش ما يتحركش معنا العجين ملي تنبغيو نهزو من بلاصه من البلاصه فين حاطينه يعني يختمر، ونحطو عاوتاني في اللاطه وعاد نديروه في الفران صافي. ومن بعد انا غادي ندوز ندهن سطح العمل بزيت الزيتون اولا زيت العاديه اولا اللي تيعرف انه يتمسك هكا يخدم بالعجينه بالماء، يقدر يدير الماء عوض الزيت. انا هنا تنخدم بالزيت كتجيني اسهل وكتجيني بحال هكا تعطي حتى واحد الطراوه للخبز. من بعد ما تيطيب صافي تنخوي العجينه ديالي على فوق سطح العمل بحال هكا. انا تنخوي العجينه ديالي اللي ما خليتش انها تختمر في الاول، هذه نقطه. يعني انا بما قديت اللاطه بما دهنت بما قديت المسائل تقريبا 1 دقيقه 2 دقائق تنخلع، يعني ما تنخليهاش تختمر الخمره الاولى ومن بعد عاد كنقسمها كويرات ونخليها، لا كندوز نيشان كنقسمها، يعني تنخليها ترتاح دقيقه 2 دقائق بما قديت المسائل ديالي اللي هي اللاطه، ونجيب السميده وندهن سطح العمل صافي. انا كندوز انني نقسم العجين ديالي الى كويرات على حسب الحجم اللي بغيتي. انا تنديرهم شويه صغار باش بحال هكا تنحطها في الفريغو وما تيخسرش وتيبقى كيف ما هو صافي. انا كيف ما كتشوفوا كنقسم الكرات ديالي بحال هكا، ومن بعد كندوزها في السميده بحال هكا، يعني في جميع الجوانب الفوق والتحت. داك الزيت كيساعدنا ان داك ان تشد فيه السميده، تشد فيها السميده مزيان وصافي. كندوزو يعني تنستمر بنفس الحاجه، يعني تنقسم العجين ديالي كامل حتى كنسالي العجينه كامله بحال كيف ما كتشوفوا.
غادي ندير معكم واحده اخرى، تندهنوا بالزيت وتندوزو في السميده، وكنحطها في السميده مزيان حتى كتاخد ليا السميده من جميع الجوانب، من هكا من الخبزه من الفوق ومن التحت والجوانب. يعني كيف ما كتشوفوا خاصها تكون فيها السميده مزيان باش كتجينا بحال هكا، يعني كتكون شاده فيها السميده من بعد ما كتختمر وكطيب. تنخليها حتى هي في اللاطه صافي، حتى كنكمل كاملين عاد كندوز نقرصهم بما ارتاحوا هذوك اللي درنا في الاولين، وكنستمر بنفس الشكل حتى كنكمل العجينه اللي عندي كامله. صافي هنا من بعد ما كملت العجينه كامله غادي نبداو في التكراس. كيف ما كتشوفوا انا يعني درت جوج لاطات ديال العجينه. صافي غادي نبداو بالاولين. شتي يعني العجينه راها مطلوقه، غير ندير غير بحال هكا يدي وكتمشي معايا العجينه، وما تنقرصوهمش بزاف. يعني كيف ما كتشوفوا بنفس هذا السمك اللي درت انا اللي ديروا، يعني ما تخليهمش رقاق بزاف. اللي تيبغي البابه، اللي ما تيبغيش البابه بزاف يقد زعما يقرصهم بزاف. صافي تنقرصوا هنايا العجين ديالي. وصافي هنا من بعد ما ساليت التكراس يعني ديال جوج لاطات اللي صايبت ديال الخبز، غادي نخليهم انهم يختمروا. انا ما تنغطيهمش ولكن تنخشيهم في الفران تيكون اكيد بارد، يعني ما تيكونش مشعول بحال هكا، تيتنفخوا وما تيخليش داك الزيف باش كنغطيهم تيهبطهم. يعني انا تنخشيهم في الفران وتنخليهم هنا. من بعد شفتوا كيف ما كتلاحظوا انا نسيت ما صورت انه العجينه اختمرت ضعفت، يعني تضاعف الحجم ديالها، يعني انها اختمرت. صافي تنخشيهم في الفران اللي يكون سخون. ضروري ان الفران يكون سخون مزيان من قبل. انا كنطيبهم على درجه الحراره 300 درجه، وكيف ما كتشوفوا تكون اللاطه ما تكونش لتحت وما تكونش هكا الوسط، يعني كيكون شويه قريبه للفوق. يعني تندوز جوج كيف ما كتلاحظوا هنا في الفران جوج هذوك مسامر. الثالثه تنديرها فيه كتكون قريبه شويه للفوق، ما كتكونش بزاف لتحت، وكنطيبهم على 300 درجه كيف ما ذكرت، وتنخليهم حتى كيتحمروا. يعني ما تيبقاوش بزاف في الفرن حيت الفرن تيكون ديجا سخون مزيان، يعني دغيا تيطيبوا. وكيف ما كتلاحظوا كيجيو زوينين غزالين وما تيقصاحوش، تيحافظوا على الرطوبه ديالهم. وهنا غادي نعطيكم الاسرار باش ينجح معكم الخبز يجيكم بحال هكا وحسن. اول حاجه السميده ديال الحرشه، يعني كنستعمل السميده ديال الحرشه. كيف ما كتعرفوا السميده كتشرب الماء بزاف، يعني خاص العجين تكون رطبه شويه وماشي قاصحه وماشي جاريه تاني بزاف، حيت الا كانت جاريه غادي ينزل معكم الخبز مي غادي نقرصوه غيولي زعما من نقرصوه يولي خبز غادي تنزل ما غاديش تنفخ مزيان. ثاني حاجه العجين كتولي بحال كتكون مطاطيه، يعني ما تكونش قاصحه كيف ما شفتوا في الفيديو. كنعجنو حتى ما كتبقاش عندنا السميده هكا حبوب باينه بزاف. وبالنسبه لاخر حاجه هي التخمار يعني خاص يكون العجينه التخمار ديالها كافي، نخليوها حتى تخمر مزيان وكيبان لنا من فوق وتتبان لنا الخبزه ضعف الحجم ديالها هكا باش كيجي خفيف وهشيش ومن فوق متى نطيبوه. واخر حاجه اللي هي الفرن خاصو يكون سخون مزيان على 300 درجه. الا دخلتي الخبز الفران بارد ما غاديش يطلع لك وما غاديش يتنفخ، يعني خاص الفران من قبل يكون سخون مزيان. وهكا تيجي الخبز ديالنا هشيش تبارك الله، زوين وخفيف من الداخل وبصحه والراحه.